رئيس نادي الأفريقي الدكتور محسن طرابلسي، وكذلك رئيس الجائزة الدكتور هشام الدالي فليتفضل. نورنا طبعا القامة الطبية أكيد في مجال طب رياضي، كلنا يعرف الدكتور محسن طرابلسي من أكبر الجراحين، وكذلك رئيس النادي الأفريقي التونسي. أهلا وسهلا بك في ليبيا دكتور محسن طرابلسي. شكرا لكل الضيوف طبعا من الدول الشقيقة الدول العربية بطبيعة الحال. دكتور نبدأ تكريم طه الساحلي. فليتفضل دكتور محسن طرابلسي لتكريم الكابتن. الآن مع جائزة أفضل لاعب محترف، أفضل لاعب ليبي محترف. الجائزة انحصرت بين الثنائي علي يوسف لاعب النادي الأفريقي وكذلك المعتصم المصراتي. قبل إعلان الجائزة يسعدني أن نستقبل رئيس النادي الأفريقي الدكتور محسن طرابلسي لتسليم الجائزة، فليتفضل. أكيد من دعوة الدكتور محسن طرابلسي عرفتوا من هو الفائز بجائزة أفضل لاعب محترف. لاعب محترف للموسم الرياضي الماضي، أعتقد حتى في تونس تتفقوا معنا هو أفضل لاعب محترف. لاعب محترف علي يوسف. ألف مبروك لقائد المنتخب الوطني الكابتن علي يوسف، فليتفضل. وكابتن أيضا في النادي الأفريقي علي، ولاعب ممتاز عندنا في النادي الأفريقي. اليوم نحب نشكر أنا اليوم بوصفي كرئيس النادي الأفريقي التونسي على الدعوة لهذا الحفل الممتاز من لجنة الإشراف، وخاصة الدكتور هشام الدالي. يعني حفل ممتاز جدا لتكريم نجوم الرياضة الليبية. أنا وجودي لنا كإخوة ويعني ديما نشوف الرياضيين صحيح كرئيس نادي وكذلك كطبيب، عالجت عدة رياضيين ليبيين، واليوم شرف كبير باش نكون موجود بيناتهم في هذا حفل التكريم. واليوم نكرموا سي علي يوسف لأن نحبوه برشا في تونس، ولا عنده سمعة طيبة في النادي الأفريقي. شكرا للدكتور محسن طرابلسي رئيس النادي الأفريقي التونسي. إذا الجائزة في المركز الثاني ذهبت للاعب معتصم المصراتي. علي اوكي تقدر السلام عليكم. أولا بسم الله الرحمن الرحيم. نحب نشكر كل القائمين على هذا الحفل. حقيقة الحفل أكثر من رائع، وكيف ما قلت المرة اللي فاتت هذه الجائزة ما نعتبرش فيها جائزة فردية، بل جائزة جماعية باستحقاق خوتي اللاعبين سواء في النادي الأفريقي أو في المنتخب الوطني اللي هم دعموني وكلنا على قلب واحد باش نحقق المراد. بارك الله فيهم. ونحب نهدي هذه الجائزة لأهلي وخاصة والدي رحمة الله عليه اللي كان معايا أول بأول من أول ما بديت نلعب كورة رحمة الله عليه. وكذلك نهدي هذه الجائزة لأصحابي ووكيل أعمالي سي رضا الدريدي، وإن شاء الله نوعدكم بالأفضل دائما وبارك الله فيكم. ألف مبروك لعلي يوسف. علي يوسف فعلا لاعب مجتهد، قدر يرفع أصلا من سمعة اللاعب الليبي في تونس ومن قيمة اللاعب الليبي في تونس. ألف مبروك علي يوسف. الآن جائزة أفضل مدافع في الدوري الليبي لموسم 2000